تحمل نبينا ما لا تتحمله الجبال الصم، وأبلى في الله بلاء حسنا، وكان حريصا على الأمة كلها حتى على خصومه وأعدائه من بني جلدته. في وسط هذا الضباب والضيق يأتيه ملك الجبال ويقول له: يا محمد، إن الله يغضب لغضبك وما تعرضت له من ضيق، إن شئت أن نطبق عليهم الأخشبين الآن لفعل. قال: لا، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. لم يكن أحد بهذه الرأفة مثلك، ولم يصل أحد في السمو ما وصلت. صدق من سماك الرؤوف الرحيم. ثم رجع في صحبة جبريل وميكائيل إلى المسجد الأقصى ومعهم البراق، وانطلقوا عائدين. فشاهد النبي صلى الله عليه وسلم مناظر للمنعمين ومناظر للمعذبين، وهذا جانب من الإسرائيليات عريض وكبير تخوض فيه الدعاء وتناوله العلماء، والأمر أيسر من ذلك في حقيقته وأبسط مما ذكر، وألف فيه مجلدات ما أنزل الله به من سلطان. نعم. أثناء العودة قال له جبريل: انزل ها هنا فصلي. فنزل فصلى ركعتين. قال: تعال اركب. أتدري فيما صليت؟ قال: لا، لا أدري. قال: أنت صليت هنا في هذه البلدة التي ستكون دار هجرتك في المستقبل، ستقضي بها بقية عمرك وستدفن في ثراها، تسمى طيبة أو المدينة المنورة. ثم استمر، فإذا به جبريل يناديه: انزل فصلي. فصلى ركعتين. اصعد فصعد. اركب فركب. أتدري فيما صليت هنا؟ أتدري ما هذا المكان؟ قال: لا أدري. قال: هنا تلقى موسى الألواح من الله، وتجلى ربك على الجبل، هذا جبل طور سيناء. لنا تاريخ عريق، وأرضنا أرض طيبة مباركة. ثم مر به فأنزله في دار تحيط بها البيوت والمنازل، وقال له: صل ها هنا. فصلى. اصعد فصعد. اركب فركب. أتدري فيما صليت في هذا المكان؟ لما؟ وما اسم هذا المكان؟ قال: لا أدري. قال: هنا بيت لحم، حيث ولد السيد المسيح عليه السلام. في الطريق لقي عجوزا تشير له: أقبل إلي، أقبل إلي. فأراد النبي أن يذهب ناحيتها، فقال له جبريل: دعها، لا تلتفت إليها. قال: ومن تكون هذه العجوز؟ قال: هذه هي الدنيا، رسالة من الله إليك أنه لم يبق من عمر الدنيا إلا كما بقي في عمر هذه العجوز. ثم واصل السير، فإذا بشاب عليه من مناظر الخيلاء ولديه من البراقة والزينة، يبتسم لرسول الله ويشير إليه: هلم إلي، أقبل وتعال عندي. فقال له النبي: لا تبالي به ولا تلتفت إليه. قال: ومن يكون؟ قال: هذا إبليس يريد أن يغريك ويزين لك الضلال. أنت مطالب أن تستقيم على الطريق القويم. ثم في نهاية الرحلة قدم للنبي صلى الله عليه وسلم 3 أكواب: كوب مملوء بالخمر، وكوب مملوء باللبن، وكوب مملوء بالماء. فقال له جبريل: لك حرية الاختيار يا أحمد. فمد النبي يده
إلى كوب اللبن، فتبسم جبريل وميكائيل وقال: الحمد لله، فقد أصبت الفطرة. لو أخذت كوب الخمر لضللت وهلكت أمتك، ولو أنك أخذت كوب الماء لغرقت وغرقت أمتك، لكنك اخترت اللبن وهو دليل الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، فهنيئا لك الخلاص يا محمد. نعم، درجة عالية ونعمة كبيرة. ثم جاء أسيادنا وذكروا ووصفوا مديحا له في المسجد الأقصى والملائكة والرسل والأنبياء، فاسمع ماذا قالوا في هذا: أسرى بك الله ليلا، أسرى بك الله ليلا إذ ملائكه والرسل على قدم، لما خطرت به التفوا بسيدهم كالشهب بالبدر أو كالجند بالعلم، وصلى وراءك منهم كل ذي خطر، ومن يفز بحبيب الله يأتمم. جبت السماوات أو ما فوقهن بهم على منورة درية النجم، مشيئة الخالق الباري وصنعته، وقدرة الله فوق الشك والتهم، حتى بلغت سماء لا يطار لها على جناح ولا يسعى على قدم، وقيل كل نبي عند رتبته ويا محمد هذا العرش فاستلمي. اللهم صل على نبينا الكريم صاحب الفضل العظيم، واجزه عنا خير ما جزيت به نبيا وأنت أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وفقهنا في ديننا. اللهم استرنا مع عبدك ونبيك محمد. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، وأوردنا حوضه، واحشرنا تحت لوائه ورايته، واجعله يسقينا بيده الشريفة شربة هنيئة بريئة لا نظمأ بعدها أبدا إلا ونحن في جنات الله، إلا ونحن في روضات الله.